برضو ما تنساش ولازم تحط في اعتبارك ان النادي الاهلي فرقه ترعب اي حد. الاهلي فرقه تقيله وفرقه جامده وفرقه واخده على اللعب في البطولات وواخده على الاحتكاكات القويه، وفرقه بتلعب كره جماعيه منظمه، وبيعرفوا بيجيدوا ان هم يلعبوا في البطولات المجمعه. هي النقطه ان اللعيبه تبقى في حالتها الطبيعيه، اللعيبه اللي بتلعب في الجزء اللي قدام ولعيبه نص الملعب وخط الظهر، اللعيبه تبقى مركزه وتبقى محضره نفسها كويس اول الماتش. ونفس الوقت مارسيل كولر يلعب بقى اسهل حاجه، والراجل ما يبقاش عنده ريسك في اسلوب اللعب ولا في الطريقه بتاعته، ان يبقى فيه مفاجاه مثلا في التشكيل او يبقى فيه مفاجاه في اسلوب وطريقه اللعب. لا، يلعب بالشكل المعتاد اللي دايما كان بيميزه وخلاه يحقق بيه بطولات الفتره الاخيره. لان كولر عنده مشكله مع الجمهور ان النسخه اللي فاتت من كاس العالم للانديه ما قدمش فيها مستوى كويس، فبالتالي هيبقى عليه ضغط، لان هو برده في الدوري الفتره الاخيره مستواه مش افضل حاجه بالنسبه للقياده الفنيه بتاعته. وبرده على مستوى دوري ابطال افريقيا